السلام عليكم. انا مدام عبير فهيم، عندي 47 سنه. انا عامله العمليه بقالي سنه. كان عندي مشاكل كتير جدا في التنفس، ما كنتش بعرف اتنفس خالص، ما كنتش بقدر ابذل اي مجهود ولا بقدر اشتغل. حتى شغلي الطبيعي كله اعمال كتابيه لان انا مدرسه، ما كنتش بقدر حتى اتكلم على طول. كان مشاكل الضغط عندي. ليا واحده زميلتي عملت العمليه وعرفتني على دكتور، رحت قابلته في مصر الجديده برضو وقعدت معاه، بس ما ارتحتش بصراحه. خرجت من عنده متردده لحد ما في يوم قعدت استخرت ربنا وقاعده بتفرج على التلفزيون، بتفرج على برنامج الناس الحلوه. شفت الدكتور محمد، بصراحه شدني جدا اسلوبه في الكلام وطريقته هادي جدا، واستوسمت فيه خير بصراحه. تابعت البرنامج واتفرجت لحد الاخر وخدت الرقم وتواصلت معاهم وقلت اروح اقابله كده اجرب. يعني انا طبعا كنت خايفه جدا من العمليه ومش عارفه اخد قرار صح يعني، بس حالتي الصحيه اللي كانت مخلياني لا هعملها يعني. لحد ما رحت للدكتور محمد وقابلته، بصراحه يعني فرق معايا جدا جدا اثناء المقابله. دكتور محترم جدا، اسلوبه في الكلام جاوب على كل الاسئله وكل الحيره اللي كنت فيها، خلاني فعلا استقريت ان انا اخرج من عنده اعمل العمليه بدون تردد. بعد ما كنت متردده جدا وخايفه منها ومن مخاطرها، قعدت معاه بصراحه لا خلاص استقريت اني خلاص عايزه اعمل. في خلال اسبوع عملت التحاليل وسونار وكل حاجه. بعد العمليه تعبت شويه حوالي يومين او حاجه، وبعد كده الحمد لله الوضع كان احسن واستقر. صراحه انا بشكر الدكتور محمد وفريق العمل اللي معاه كله، فريق محترم جدا. لان انا لما كنت في اي وقت بحس باي اعراض او اي تعب كنت بتصل، كنت بلاقي منهم اهتمام جامد جدا، وكلهم هم اللي بيتصلوا بيا ويتابعوني، يردوا على اي استفسار في اي وقت. حتى لو الوقت متاخر كانوا هم اللي بيفكروني بالمتابعه. يعني انا يمكن لو كنت تابعت او كنت رحت ووظبت معاهم كنت خسيت اكتر من كده، بس يمكن انا طبيعه شغلي ما كنتش بفضى. هم اللي كانوا على طول باتصال بيا باستمرار ويدعموني. الحمد لله انا بشكره جدا. طبعا هو له فضل كبير بعد ربنا سبحانه وتعالى. كان نفسي اعملها من سنين، بس يا ريتني كنت عرفته من زمان وكنت شفته طريقه كلامه اسلوبه المهذب المحترم، هو اللي شجعني ان انا اعملها على طول بعد ما كنت متردده. والحمد لله انا كنت 142 كيلو، دلوقتي بقيت 98 كيلو بفضل الله وفضل الدكتور محمد. ان شاء الله هبقى احسن وهخس اكتر. شكرا.